وهو جنيه الملك فاروق الأول اللي تم إصداره في 1950 بالظبط في 1 يوليو 1950، وأخذ يتم إصداره لمدة سنتين بس حتى 10 مايو 1952. والجنيه الملك فاروق دي يا جماعة يعتبر الإصدار السادس للورقة بعلامة مائية أيضا أبو الهول. تم التوقيع عليه من 3 من المحافظين، وهو السير فريدريك ليسروس وأحمد زكي سعد ومحمد أمين فكري. وقعوا الثلاثة على 20 بريفكس فقط، لذلك الورقة ديت سعرها بيبقى لها قيمة. الورقة دي لو احنا شفناها بتوقيع فريدريك ليسروس سنة 1950 فبيبقى سعرها من أول 500 جنيه وبيعلى تدريجيا، يعني لو فيها أي عيوب أي خدوش أي كتابات أي اتساخ بيبقى سعرها 500 جنيه وبيعلى تدريجيا إلى أن تصل إلى 8000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع، حتى لو كانت بسيطة كأنها لسه خارجة من البنك زيرو. اما لو احنا شفناها بتوقيع احمد زكي سعد او محمد امين فكري فدي سعرها بيقل شويه، بيبدا من اول 150 جنيه او 200 جنيه وبيعلى تدريجيا لحد ما بيوصل ل 5000 جنيه، لحد ما بيوصل ل 5000 جنيه لو وصلت لحاله الانصر اي بدون اي عيوب نهائيه من اي نوع حتى لو كانت بسيطه. والاسعار اللي انا بقولها لكم دي يا جماعه بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب. تمام، دي بالنسبه لجنيه الملك فاروق الاول 1950 الإصدار السادس من الورقة. وزي ما وعدتكم جايب لكم مفاجأة كبيرة جدا داخل الفيديو، هجيب لكم العناوين بتاعة البيع بالتفصيل بالظبط، هجيب لكم الأرقام والعناوين مكتوبة على الشاشة بالنص، بالإضافة إن أنا هجيب لكم صور الجروبات اللي هتخش عليها على الفيسبوك، أسماء الجروبات وإزاي تخش عليها وإزاي تقدر تعمل عليها مزادات وتبيع عليها العملات بتاعتك بكل سهولة ويسر. بس كل اللي أنا طالبه من حضراتكم إن أنا هسيب لكم العناوين بالتفصيل، إن أنتوا لو أنتوا بتشوفونا على الفيسبوك فتعملوا لنا لايك وشير ومتابعة، أما لو أنتوا بتشوفونا على اليوتيوب فتعملوا لنا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. وكمان على اليوتيوب يا جماعة جميع الارقام والعناوين بالتفصيل في الرابط اسفل الفيديو، فابقوا على اليوتيوب واعملوا اشتراك عندنا، بننزل هناك برضو محتوى كويس جدا. على السؤال المتداول من كل الناس، ابيع العملات اللي معايا دي فين؟ اماكن بيع العملات النادرة والشحيحة بالتفصيل تقدر تبيعها من خلال 4 اماكن قلنا عليهم مرارا وتكرارا في الفيديوهات السابقة. اول مكان من خلال الاسواق الحرة اللي موجودة في كل من مصر والاسكندرية في القاهرة واسكندرية. القاهرة موجود عندنا في وسط البلد في شارع عماد الدين الألفي، السوق بينعقد جنب سينما ديانة يسمى سوق ديانة كل يوم سبت من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء. أيضا في سوق بينعقد في الأسكندرية كل يوم 4 في منطقة ميامي بجوار كافيه صيام، بينعقد من الساعة أيضا 8 صباحا حتى 5 مساء كل يوم 4. دي بالنسبة للأسواق الحرة. تقدر تبيعها أيضا من خلال المتاجر الإلكترونية اللي موجودة على الإنترنت على جوجل زي جوميا وعلى إكسبريس وأمازون وإي باي والعديد من المتاجر الإلكترونية. تقدر تبيعها في 3 مكان من خلال الجروبات اللي موجودة على الفيسبوك، وهناك العديد من الجروبات اللي بنعقد عليها مزادات على الفيسبوك، وسايب لكم روابط الجروبات في الرابط اسفل الفيديو. على اليوتيوب فبطلب من حضراتكم ان انتوا تعملوا لنا اشتراك على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وجديد، وهسيب لكم جميع روابط الجروبات لعرض المزادات اللي هي موجوده على الفيسبوك في الرابط هناك على اليوتيوب اسفل الفيديو. تقدر تبيعها في رابع مكان واخر مكان من خلال موقع اوليكس اللي موجود على الانترنت. دي موقع مخصص لبيع العملات الشحيحه والنادره. انا كده خلصت يا جماعه كل ما يتعلق بالفيديو، بس رجاء بطلب من حضراتكم بس ان انتوا تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك عندنا في القناه وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لو انتوا بتشوفونا على اليوتيوب. اما لو انتوا بتشوفونا على الفيسبوك فرجاء تعملوا لنا لايك وشير ومتابعه عشان فيديوهاتنا توصل لجميع الناس. لربما يكون حد معاه عمله وهو ما يعرفش سعرها، يقدر من خلال قناتنا ان هو يعرف جميع اسعار العملات النادره والصحيحه واسعارها واماكن بيعها كمان. انا كده خلصت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.